سريعا إلى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. بعد حين ستعطى ضربة البداية لمباراة المغرب إفريقيا الوسطى في ثالث جولات تصفية الأمم الإفريقية عن المجموعة الخامسة. ذكرت بمعطيات هذه المجموعة. موريتانيا منتخب المرابطون في الرياضة مؤقتا 5 نقاط بعد التعادل الأمس، وهو الأمس 1-1 أمام البوروندي، بينما منتخب المغرب 4 نقاط. إفريقيا الوسطى 3 بوروندي 1. التراوري الحاكم المالي يستعد لإطلاق صافرة البداية. منتخب المغرب اليوم عدم جاهزية يوسف النصيري غايب، سليم ملاح كذلك غايب، عدم جاهزية نايف أكراد. هذه الأسماء التي تغيب اليوم عن التشكيل الرسمي لوحيد خليلوزيتش. على ضوء ذلك يبدأ بياسين بونو في حراسة المرمى، نصير المزراوي رقم 7، سامي ماي 23، زوير فضال 4، غانم سايس 6، سفيان مرابط 20، أيمن برقوق 16، أشرف حكيم 2، حكيم زياش رقم 7، عديد تعرب 8، يوسف العربي. لدينا فرصة هنا، حكيمية العرضية يشفل الاستلام، يحاول الاختراق، زياش يسدد مرة جانبية. أول كرة مغربية بقدم يمنى للاعبين نادي تشيلسي. حكيم زياش في أرقام مميزة جدا حاليا مع النادي الإنجليزي. الاستلام من غانم سايس لمن يسايس يغير تماما هناك على الجهة اليمنى، وخروج حارس المرمى أمام حكيم زياش. الجهة اليسرى دي خطيرة المتابعة من ياسين. يا سلام يا سلام. انتراخت فرانكفورت، شوف الإعادة وشوف الانطلاقة وشوف السرعة وشوف المرتد هنا. كاد يفعل زوير فضال وكاد يسجل في تصفيات المونديال. آخر مباراة لعبها ريمور. حكيمي العرضية وخطيرة، زياش وجول رائعة. زياش في الاستلام، زياش في العمق، هذه ممتازة، وحكيمي جول، وحكيمي جول. هداف المنتخب المغربي. نعم، احلى تمريره منك يا زياش، لاسيس غايه في الروعه والمتابعه الاجمل من طرف اللاعب حكيمي. نعم، يفتتح وفي العمق رائعه، في العمق رائعه. يا نصير، ونصير يا نصير. لو انه لعب مباريات قليله، لانه لا ننسى بان زياش لم يبدا الموسم. من هنا نقله ناحيه ايمن برقوق، برقوق يعمل الكنترول، برقوق. لاعبي المنتخب المغربي متمركزين بشكل جيد في وسط الميدان في صافره. نعم، من الحكم المالي. هنا تراوري يمنح ضربه حره لفائده المنتخب المغربي. بعض الاسماء التي تتالق في الدوري الالماني ومن لعناصر منتخب افريقيا الوسطى. ارقام، فهي ارقام مميزه. عندك 60 هدف مع الاياكس و76 تمريره حاسمه. على فكره زياش هو ثاني التسعينيات. يتعلق الامر بعلي الخطابي اللي امضى على 81 هدف في الدوري الهولندي كأفضل هداف إفريقي. برقوق يرفع، برقوق والكرة تتحول. لاعب حكيم زياش، زياش يرفع على القائمة الثانية. أيمن برقوق، دقائق الماضية زياش والهدف الثاني. نعم، هدف ثاني عن طريق زياش، يصنع هدف ويسجل هدف، وهو الهدف ال15 في مسيرته مع المنتخب المغربي. المستر اسيست في تشيلسي وفي الاياكس سابقا، وحتى في المنتخب المغربي حاليا. هدفان مقابل ركنية، وزياش وجول. زياش فعل. نعم، ثاني هدف زياش والثالث للمنتخب المغربي. شوف واستمتع. الرجل اليسرى الساحرة من زياش نفذ الركنية، حطها له حكيم.